السلام عليكم، ازيكم يا احلى ناس؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده الفيديو هنقضي يوم مع بعض وهنشوف عملنا ايه. انا بقى ما صدقت ان انا والولاد اتجمعنا مع بعض الصبح، يعني محدش بقى راح جامعه، محدش راح مدرسه، محدش بره يعني بمعنى اصح او درس او كده. قلت اعمل فطار. هجيب علبه الفول دي، فول هارفست بالليمون المعصفر، حلو جدا جدا ومهروس كده ومفهوش قشر، فمش هيتعب المعده ولا حاجه، يعني تاكلي منه عادي براحتك وصحي. ما حطيتش ولا زيت ولا سمنه في قلب الطاسه، حطيت بس الفول وحطيت عليه شويه ميه كده علشان يفك ويبقى جميل. انا في العادي بحط شويه زيت زيتون، سن التوم، بعد كده فضي الفول، بعد كده احط طحينه. النهارده عملته كده يعني من غير اي حاجه عشان يبقى صحي، وما يبقاش ان انا استخدمت اي دهون في الفطار غير الدهون بتاعه البيض اللي انا هعمله ده. هعمل قرص بيض كده، بيض مفقوش عادي يعني، بس قرص على بعضه مش هقلبه. وبعد كده هحط عليه ملح وفلفل اسمر، وممكن بعد ما يخلص خالص البيض بترشي عليه كمون، كزبره، فلفل اسمر تاني، شوفي انت بتحبي عليه ايه يعني. بس هو كده وهي يعني معلقه صغيره سمنه بلدي، علشان قلت لكم ما يبقاش فيه في الفطار اي دهون خالص غير اللي هي معلقه السمنه دي، وطبعا هتتقسم علينا على 4 افراد مثلا. عملت كده الفول اهو، فضيته وعملت سلطه طماطم وفلفل وبصل وخيار، وحطيت لانشون وجبنه رومي للي يحب يعني، وتونه، والبيض طبعا. والعيش ده بتاع ريف، عيش الياف عالي البروتين، حلو جدا، هو غالي شويه بس بصراحه صحي وخفيف جدا. بعد الفطار بقى قمت صليت الظهر لاني عايزه انضف الاوضه بتاعتي، عايزه اغير فرش السرير واكنسها وامسحها كده واغير التراب اللي فيها يعني. فشلت الكوفرتة دي، هحطها في الغسالة، وهشيل الملايات. الملاية دي حلوة حلوة حلوة، شايفين جمالها؟ حلوة قوي الملاية دي، جميلة جدا ولونها حلو قوي. دي من ملايات جهازي، وانا بحب الملايات بتاعت جهازي لان هي طرية، قطن صافي. الله يرحمه بابا كان جايب لي ملايات طرية جدا جدا، كان جايبها لي من المحلة وكانت حلوة جدا الملايات دي. الملايات اللي انا جبتها دلوقتي، طبعا متجوزه بقالي كتير كتير جدا، الملايات اللي انا بجيبها دلوقتي باستك ومش عارف ايه، اغلبها بلاستر ومش حلوه. حتى لما بنشتري قماش انا وماما ومثلا وتعمل لي ملايات للسرير، ما بتبقاش القطن صافي، التيل ده، تيل الملايات ده ما بيبقاش صافي. لما شلت بقى كيس المخده، فقلت اما اهف التراب كده بيها، علشان بهفه بس يعني، ما فيش تراب جامد اللي هو يوسخ الكيسه يعني. بس قلت لا، انا هف التراب على السريع كده، علشان لما اجي بقى اجيب فوطه والمع بملمع الزجاج او ملمع الخشب يبقى ايه، مفيش تراب. مسكت بقى الكوفرته حطيتها في الغساله. والغساله بتاعتي دي يا جماعه غساله جهازي برضو، هي صغيره كريازي، حتى شايفين من تحت قشرت ازاي، بس جميله، ربنا يبارك فيها بس ويحط فيها البركه كده. وربنا يرزقني ان شاء الله ويعطيني واجيب غساله تانية تكون مليانه مفاتحه من فوق. على فكره دي المفاتحه من الجنب دي اقوى واحسن من المفاتحه من فوق، بس المفاتحه من فوق بتاخد مسحوق عادي. عندي هي هناك في شقتي في السعوديه بتاخد مسحوق عادي، ممكن تفتحيها في نص الغسيل عادي، ممكن تستخدمي كلور عادي، اي حاجه، مش هتضطري بقى انك تستخدمي مسحوق اوتوماتيك ولا حاجه، وكمان بيبقى حجمها كبير. تمام. مسكت بقى الملاية دي ملاية برضو من بتاعة الفرح بتاعتي، من حاجة جهازي يا جماعة، وما تزهقوش من الكلام، من انا دايما اقول لكم حاجة جهازي، لان حاجة جهازي عندي غالية قوي، بحسها انها حلوة. بس انا لما سبت شقتي فترة وكان بيجيها صنايعية يعني يدهنوها وكده، استخدموا الحاجة، بقوا يطلعوا يفتحوا الكراتين، وكان فيها يعني، كانت شقتي بتدهن وكان فيها كراتين وفيها شنط فيها حاجتي، كنا ناقلين يعني، وكانت حاجتي موجودة. تمام. ف كانوا بيطلعوا من الحاجة والله ويقطعوها ويستخدموها بطاين كده، ويمسحوا ايديهم ويمسحوا الحاجة اللي بتقع، فبهدلولي وقطعوا لي ملايات وفوط كتير. يلا الله يهديهم بقى مطرح ما هم. المهم لبست كيسة المخدة البيضة دي، او هي بينك هادي خالص، علشان انا بحب الحاجات الطرية والحاجات الفاتحة قوي والسادة عموما يعني. حطيتهم كده. وكيس الخضديات دي كنت جايباها منين يا امل؟ كنت جايباها من هوم بوكس، كانت الطقم لوحده كان ب5 ريال، كانوا الاتنين ب5 ريال، كانوا حلوين قوي قوي، فكنت جايبه كذا شكل يعني.
يعني بصوا، الطقم بتاع السرير ده، المخدة بتاعت ملاية تانية، الخداديات مش بتوع حاجة خالص، الملاية بتاعت حاجة تالتة، الكوفرتة بتاعت حاجة رابعة، اصلا كنت جايباها يعني كنت بستخدمها في السعودية وجبتها معايا لانها طرية. تمام. حتى شوفوا بعد السرير ما ظبطتش الاتنين السوا نفس الوضع، لاني متوترة ومش عارفة اتحرك بالاسدال، ومش حابة ان انا اصور وابقى باينة في التصوير. ما بقيتش عارفة اصور خالص بالاسدال يا جماعة، فتلاقوني متوترة كده وملخبطة. جبت بقى فوطين، فوطة للإزاز وفوطة للخشب، علشان ده ملمع وده ملمع فريدة ده جميل قوي قوي، سواء بتاع الإزاز أو بتاع الخشب. الاتنين ريحتهم حلوة جدا، روايحها خطيرة. الماركة بتاعت فريدة دي. ومسكت الخشب بتاع الأوضة كده، لمعته برضو عشان بيدي ريحة. أصلا باجي داخلة الأوضة بقى أو أنام أو استخدم الغرفة بعد كده، بتبقى الأوضة ريحتها حلوة جدا جدا. اهو مسكت كده بقى الخشب. الأوضة بتاعتي دي بتاعت فرحي، مغيرتهاش. كان مش فاكرة كان اسمها الدفاية باين أو حاجة زي كده. طبعا أنا ملمعة الأوضة خالص وهفة التراب خالص، فمسكت بس اللي باين من الخشب كده، مسكته بالملمع وبالفوطة، لمعته وخليته يعني بيلمع وزي الفل. الكومودين التاني حط عليه الأباجورة وبرواز صغير كده. والكومودين ده حط عليه الزهرية العسل دي وشمعة معطرة يعني، والأباجورة دي كمان. الأباجورة دي كنت جايباها من نون. حلو قوي، فيها يو اس بي وفيها والحبل ده بإيدها ويطفيها كده، جميلة قوي. كنت جايباها ليا هناك في السعودية، ولما شفتهم عجبوني فجوزي يعني اقترح عليا ان انا اشيلهم. آه وجاب لي اتنين تانيين، يعني جاب لي اتنين تانيين كنت جايباهم من هوم بوكس، كانت الواحدة بحاجة وعشرين ريال. دول مش فاكرة، دول كانوا غاليين شوية، بس شكلهم قيم يعني، شبه بتوع ايكيا كده، حلوين قوي. دخلت بقى على الشباك كمان. انا طبعا الشباك ده عاملاه بقاله يومين، عاملاه بالفرشه كده، وكنت عاملاه بالليل بقى في الستر كده، عاملاه بالفرشه ومنضفاه شبابيك الشقه كلها. بس يعني قلت ما فيش مانع يعني ما اديله خبطتين بالفوطه كده، والمع الحته دي كده اللي انا طايلاه منه، لان انا في الطبيعي بقف على الكرسي وانضف، فمش هينفع ان انا اقف قدام التصوير يعني. ما بعرفش بصراحه اعمل الحاجات دي وانا بصور خالص، ما ببقاش واخده راحتي. فانتوا فاهمين الفكره، يعني ان الواحد بينظف وبيلمع كده اللي هو طايله. وقلت اما اقفله بقى، علشان الناس حوالينا بتبني برضو وشغالين بنا وحفر وحاجات، فقفلت الستاير كده. طبعا انا اخر حاجه هعملها في الشقه خالص في تنظيفات الصيف او التنظيفات ان انا يعني اشيل فرش الشقه، هي الستاير. بس مش دلوقتي بقى خالص، على بعد العيد كده ان شاء الله، عشان هم نضاف اساسا، كنت غسلاهم قبل رمضان، فهم يعني مش محتاجين ان انا اشيلهم دلوقتي، وخليهم بيبقوا كويسين على الشبابيك ساعة لما اكون مشغله التكييف ولا حاجه. يعني التكييف بيبقى عايز عايز انك تبقي مقفله كل الفتحات بستاير، فاهميني. مسكت بقى الارض كنستها كده على السريع، لان هي برضو ببقى ممشيه المكنسه. لما كنت حاطه الحفاظات في الارض في الصاله ببقى مش اعمله بالمكنسه، فوانا بعمل بالمكنسه بمشي في بقيه الشقه، لان انا شلت الفرش زي ما قلت لكم كله علشان الحر. يا جماعة لما بيكون في مفارش على التسريحة ومفارش على الكومودينات في عز الصيف والتراب وفي أجواء الربيع دي، بيبقى مهما نضف بحس ان الحاجة شاربة تراب، فكده ما برتاحش، ما بحسش ان في نظافة يعني. هنا بقى كنت مذنبة عفاف على الكرسي ده علشان خاطر همسح، فعمالة تبصلي وتزغرلي كده وزعلانة ان انا بزعق لها وبقول لها اقعدي هنا، عشان ما بتحط ايديها على مية فيها مسحوق او اي حاجة بترجع تلحسها بعد كده وبطنها بتوجعها وبتتعب، فعلى ايه؟ فخليها قاعدة كده تتفرج عليا من بعيد. الجردل بتاع المسيح ده حلو قوي قوي، بس انا اتلخبطت وانا بحط المية بقى من كتر التوتر يا جماعة، ان انا مش عارفة اصور وانا يعني اظهر كده قدام الكاميرا، مش عارفة اصور كده بصراحة ومش مرتاحة. بس علشان خاطر حبايبي يعني اللي بيطلبوا مني ان انا اصور بقى واعمل كل حاجة بالتفصيل ونتشجع وكده، انا بتشجع من كلامكم، انتوا بتشجعوا من شغلي، فبتقوموا تعملوا وتنشطوا انتوا كمان. فحطيت المية في العين اللي المفروض انها بتعصر المساحة، بس عادي يعني ولا يهمني وكملت عادي خالص. اهو مسحت كده. انا بصراحة بحب ان انا اغرق الارض مسحوق يعني ومية. طبعا انا بكمل لكم تسجيل تاني يوم،
ليه؟ للاسف اصبت بدوخه فظيعه جدا، ربنا يكفيكوا الشر. يعني السكر وضغطي ما كانوش مظبوطين خالص. فكنت بقول لكم ان انا بحب اغرق الارض ميه في الصيف بالخصوص، علشان البيت يشرب كده ميه ويبقى طراوه، يعني فاهمين؟ اهو خلصت الغرفه. شايفين بقى المعطر بتاع فريده ده مكتوب عليه ارابيسك، حلو جدا جدا. جربوه على ضمانتي، جربوا الحاجات اللي انا قلتلكوا عليها من فريدة، اللي هو ملمع الزجاج وملمع الاخشاب ومعطر الارض، وكمان اللي هو معطر الجو ده. اهو فرشت بقى كل حاجة وحطيت استجادة الصلاة هنا، عشان عندي عفاف بتحب تقعد على الكرسي بتاع غرفة النوم ده. قفلت بقى المروحة بقى وقفلت النور وقفلت باب الأوضة، عشان الأوضة بتاعتي جنب المطبخ على طول، فما بقاش حابة ان ريحة الاكل تيجي في الغرفة. اهو التسريحة كمان لمعتها وخليت كل حاجة فيها زي الفل. عاجبني شكل الارض قوي والحتة وهي نظيفة. طبعا انا مش بحب السيراميك، مش بحب السيراميك بتاعي ده. رحت بقى على المطبخ، عملت كوبايتين شاي كده ليا انا وبنتي. رجعنا تاني لبعض وقعدنا مع بعض لوحدنا. واخواتها اتشغلوا يعني. جبت بقى البراد اللي شكله حلو ده، وحطيت فيه باكيتين من شاي باجة. انا عندي شاي باجة بجيبه معايا وانا جايه من السعوديه، مثلا لو رايحه زياره ولا حاجه. كمان في الكابوس وفي اللي هو بتاع احمد تي، حلوين جدا وموجودين في مصر. من احسن انواع الشايات اللي انا جربتها يعني. علشان بنتي هتشرب معايا فاستخدم سكر دايت، انا غالبا ما بشربه من غير سكر ساعات يعني. فحطيت كيس ونص. كيس ده حوالي معلقه يعني، او كيس ونص دول حوالي معلقه. وقلبته كده بالمعلقه، وطلعت بقى قعدت بقى في الصاله استريح شويه، وبعد كده ادخل على المطبخ اشوف ورايا ايه. بس ان شاء الله ده يبقى فيديو تاني، بقيت اليوم في فيديو تاني علشان ما يبقاش طويل عليكم. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لايك للفيديو وكومنت حلو منكم كده، وتقولي رايكم ايه في القناه ورايكم ايه في التصوير، ونعمل ايه مع بعض، وتقترحوا عليا فيديوهات جديده. واشوفكم ان شاء الله على خير. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. مع السلامه.